يعني ايه لإلاف قريش إلافهم؟ وايه علاقة سورة قريش بالسورة اللي قبل منها سورة الفيل؟ قال تعالى في كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم. لما نيجي نبص للسورة اللي قبل منها سورة الفيل، في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واحنا كنا اتكلمنا كتير قوي عن السورة دي في فيديوهات قبل كده، انصحك تشوفها بعنوان سورة الفيل، وازاي ربنا سبحانه وتعالى بقدرته حمى بيته الحرام وهزم أصحاب الفيل. وفي آخر السورة قال فجعلهم كعصف مأكول. فهو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كعصف مأكول؟ لإيلاف قريش. يعني بص كده ركز، فجعلهم كعصف مأكول ليه؟ لإيلاف قريش. طب يعني ايه إيلاف؟ يعني ائتلاف قريش واجتماعهم آمنين في بلدهم اللي هي مكة. لأن ربنا سبحانه وتعالى لو لم يهزم أبرهة وخلاه يعمل اللي هو عايزه في البيت الحرام، لأن هو كان عايز يهدمه حجرا حجرا، كانت مهابة قريش وسط الأمم اللي حواليها كانت هتروح. لأن اللي كان مزود في هيبة قريش واللي خلى عندهم المكانة والمهابة دي هو وجودهم بجانب بيت الله الحرام. لأن العرب كلهم كانوا بيجوا يحجوا للبيت ده، فطالما العرب كلهم كانوا بيجوا لقريش دي لوحدها مكانة وهيبة. تخيل كده انا باجي لك لحد عندك وانت بتضيفني كل سنه. وحاجه تاني، بما ان العرب كلهم بيروحوا لقريش عشان يحجوا لبيت الله الحرام، فتقريبا مفيش اي حد هيعترض اي قافله تجاريه لقريش. ما انا كده كده جاي لك في مكانك السنه الجايه. يعني انا النهارده هعترض طريقك وهضايقك او هزعلك وهجي لك بكره لحد عندك في مكانك، طبعا حاجه صعبه ان هي تحصل. فوجود قريش حوالين بيت الله الحرام هو اللي علق قدرهم وزود مكانتهم بين العرب. ده كمان القرشي ده كان ضيوفه كلهم امنين. يعني لو انا واحد من العرب نزلت عند واحد من القرشيين ضيف عنده، يعني فانا كده همشي مطمن لان انا ضيف على واحد قرشي. ودي برضو حاجه كبيره جدا مزوده مكانه اهل قريش عند العرب وفي الجزيره العربيه. رحله الشتاء والصيف، قريش كان ليهم رحلتين تجاريتين، تبادل تجاري. يعني رحله بتطلع في فصل الشتاء بتروح لليمن، والرحله الثانيه في فصل الصيف بتروح للشام. في قول اخر بيقول هو رب العزه سبحانه وتعالى فعل ما فعل باصحاب الفيل لإيلاف قريش. يعني هو عمل كده فجعلهم كعصف مأكول عشان قريش. فقال لك لا، ربنا سبحانه وتعالى رد كيد أبرهة وجيشه حماية لبيت الحرام أولا، ثم نجاة البيت نفسه من اللي كان عايز يعمله فيه أبرهة، ورجوعه هو وجيشه مهزومين كانت نتيجته إن مكانة قريش نفسها زادت أو فضلت زي ما هي بين القرى المجاورة، اللي هو خلاص كان أقوى غيش في المنطقة ساعتها هزم شر هزيمة. فمحدش هيقدر يجي يهوب ناحية قريش تاني، فهيطمنوا على رزقهم ومحدش هيقدر يهدد تجارتهم تاني. حتى جه في آخر السورة بيقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن سكان قريش مدينون لله سبحانه وتعالى إن هو حمى ليهم اللي مديهم المكانة والمهابة بين الناس. فكلمة لإيلاف قريش يجوز أو يمكن إن هي تكون متعلقة بسورة الفيل بمعنى فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش. ويجوز يقال كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم وحمى ليهم تجارتهم ومكانتهم بين العرب وخلاهم قاعدين مطمنين حوالين بيت الله الحرام. ليه؟ لإيلاف قريش. فأقل حاجة قريش إن هي تعملها إنها تقدم الشكر لرب العالمين. والشكر ده بيكون إزاي؟ فليعبدوا رب هذا البيت. ولذلك عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لإيلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف.